هذه حلقة برنامج ضيف إشراقة الأمل الموسم الثاني برعاية مطعم البيك البصري. العنوان: البصرة، الجزائر، شارع مستشفى ابن غزوان. زيارتكم تسرنا، أهلا وسهلا بكم. قصتي ما ذبت عرقها على الخسيس، وابقى عالي وما أدنق الهامة. أنا تربات المضايف وصل شيخ بوقت ما كان العقال عمامه. وقفة الخيال فشل بلا يسيف، الخنجر يدنق قبال القامة. أهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين. اليوم ويانا ضيف مالح، ضيف يعجز اللسان عن وصفه، الضيف العزيز صلاح الحرباوي. حياك الله. تحيا والدوم. الله كل الهلا، نورتنا. هلا بك، انتم النور. الف هلا بك، كل خطوه الف هلا. الله يبارك بيك ويحفظكم. اهلا وسهلا، ويوفقكم بعملكم ان شاء الله. فدوى اروح لك. شلون شفت البصره؟ احنا عاده كل ضيف يجي نساله شلون شفت البصره؟ البصره اهلي، اكيد اهلي ودوم اهلي حلوين بعيوني. الله يبارك فيك. الله ينور دربك ان شاء الله. صلاح الحرباوي، اكو طبعا تقارب بين الناصريه والبصره. اي، شنو وجهه نظرك في هذا التقارب؟ هو انا قلت لك من البدايه، قلت لك اهل. اكيد اهل. هي اكو حب عميق بين الناصريه والبصره، نشوف مو صح؟ مو بس بين الناصريه والبصره، احنا هيك نقول. احنا نقول العراق. والله العراق اوكي، بس العراق كجنوب العراق البيت والمحافظات غرف البيت. الله. فكل محافظاتنا هي بداخل هالبيت هذا اللي الله يحفظه ان شاء الله. نحب العراق احنا. اكيدك. خلينا نفتتح شيء للعراق والمحافظاتنا. ذا عندك شيء للعراق نفتتح فيه البرنامج؟ انا خادم فدوى القلب. انا ابديها لك بكل شخص ضحى لاجل العراق، وعلى اللسان كل مضيع اخ او صديق او ابن عم. لان تعرف انت هاي الاوضاع اللي عشنا بيها، فقدنا اعزازنا واخوتنا. صح. فلسان الحال يعني المعذرة انا ابدي بحزن. توكل والله. شوف شلون دارت بينا الايام، شوف شلون دارت بينا الايام، تفريد كل يحب عن اللي يحبون، تضحكنا وترتلجمنا بعزاز، تضحكنا وترتلجمنا بعزاز، وعلى طار الاعزاز تهل العيون، توادعنا ويهنا وصاروا قبور. الله. توادعنا ويهنا وصاروا قبور، هذولا ما كالقبل كانوا يسيرون، بعد وين القواهس واضحك ردود، بعد وين القواهس واضحك ردود، ويم بكل كتر وادي موادم يونون، انا وقل الروح بطل شويه مبجاج، ترى مهما بكيتي ما يردون. تقل شلون ابطل وانا العزاز وين الوين حدر القاع مدفون.
تقل شلون ابطل وانا العزايا ماز وين الوين حدر القاع مدفون، شلون عيون تشن وتهود وانا مفارج ناس اعزاز. الله الله شلون عيوني تشن وتهود وانا مفارج ناس اعزاز. الله مبدع مبدع. الله عليك يا حبيبي. وما دائما احنا نشوفك والشارع والجمهور دائما نشوفك كثرة بمناسبات الناصرية قليل، لكن نشوفك بالعمارة أكثر شيء. احنا هذا منتبهين له عادة، شنو السر؟ هي انت سيد العارفين، هي بداية المهرجانات هي بصرة وعمارة. فلذلك نتواجد، لأن كان الإعلام البصرة والعمارة. نعم. يعني يعتبر لأنه اكو إعلام قوي بالعمارة. إعلام للهزوجة خاصة. أو محبين للهزوجة هم العمارة، مو صح؟ أكيد كل الجنوب محب للهزوجة، لكن هي قلت لك الإعلام الإعلام له دور. برأيك من المحافظة الأول بالهزوجة؟ إعلاميا، شعراء، مهاويل، برأيك طبعا. والله كل محافظاتنا. لا بس اكو محافظة تختلف، اكو محافظة بالشعر الشعبي، اكو بالهزوجة، اكو. لا هي مو محافظة تختلف، بس اكو مثل يقول بس الناصرية معروفة بالأبوذية، مو صح؟ لا مو بس بالأبوذية. ها ليش؟ بالأبوذية تعتبر الناصرية الأول. الأبوذية صح الأول، لكن هي تنافس بكل الأجواء. أكيد الشعب. أكيد، لكن احنا اليوم إذا نجي للهزوجة اكو مثل عندنا يقول كل ديرة ولها مساريها. نعم. أنت من تقول لي من الأفضل؟ زين. ما اقدر احدد لك من الافضل، ليش؟ لان انا اليوم اذا جيت للبصره، البصره بمساريها بمساريها، زين، تروح للناصريه بمساريها، العماره بمساريها، فما تقدر تميز الافضل، لان هي كل ديره ولها اهلها. زين، انا هذا سؤالي الى رباط. اي انه اذا اكو مهرجان شعر للوطن، نقول للعراق بالتحديد، برايك انت كصلاح الحرباوي ترشح 5 شعراء وعريف حفل، من راح ترشحه لهذا المهرجان؟ انا يعني هو سؤالك محرج. انت اليوم تاخذ رايك. وهذا السؤال هواي نسأله قبل بي. اكيد. انا اقول ما وجهة نظر، وجهة لا نظر. ما اجاوب عن هذا السؤال. ليش يعني تتحرج من لا الشعراء؟ مو لا، الله شاهد، عندي الاسماء اللي انطيك اياها وعندي الاسماء اللي ارغبها، لكن تعرف انت كل شاعر وله جمهوره، يعني الشاعر الفلاني اذا ما حسبته من المدعوين يجوز جمهوره يزعل عليه، فلذا كانت ابتعد عن هالاشياء. زين، اذا قلت لك تختار من الناصريه 2 ومن العماره 2 ومن البصره 2، انا شنو اختار؟ انا اصغر شاعر بالناصريه. لا انت علم ان شاء الله. بس ما اقدر اختار يا المهرجان انت مسوي. المهرجان انا مسويه، اوكل اللي مسؤول عني. اليوم انا اسوي مهرجان. رئيس الرابطه سيد لؤي، خابر سيد لؤي، بسوي لنا مهرجان. زين الرئيس. لكن اذا ظل راي شخصي وانا اريد فلان وفلان يختلف ذاك الحكي. اشوفك متحيز وخايف من والله ما متحيز، بس انا اخاف من الاسئله. ليش؟ ما اجاوب عليه. زين، عاده احنا نشوف المهوال يعني هسه اخذ الساحه، صح ولا مو صح؟ تشوفه بالمهرجانات، تشوفه بالكليات، تشوفه بالمعاهد، تشوفه بكل مكان. صح. انه صار يعني شلون تقدر تقول اخذ من الشعراء الشعبيين الكثير من عندهم قام ينافسهم بهذا المجال. انت كصلاح الحرباوي شنو رايك بهذا الوضع اللي جاي يصير، انه المهوال بالميدان، صح ولا مو صح؟ قام ياخذ المنصه. هو اكيد، لكن انت تخص المهوال لو المهوال والشاعر بعد هو مهوال يعني معروف عليه. اكو فرق بين المهوال. اليوم صلاح الحرباوي انا اشوفك دائما على المنصه واشوفك بالميدان. صلاح الحرباوي شاعر ومهوال. شلون شاعر والمهوال؟ هو الشاعر والمهوال اللي يكتب الابوذيه ويكتب القصيده ويكتب الدارمي ويكتب الزهيري ويكتب الهوسه. هم كلهم يكتبون. لا، اكو ما يكتب. اكو مهوال يكتب بس الهوسه، يعني ما يختص حتى بالدارمي. هم جاي نشوفهم. لا، هذا اللي من هذا النوع ما صعد منصه، ما يصعد المنصه. لكن كل مهاوينا اللي واصلين للمنصه هم كلهم اصحاب قصائد، يكتبون قصائد ويكتبون الابوذيه. يعني هو الشاعر مشاعر ترى. اكيد. والشاعر مني ما في فرق بين شاعر ومهوال. القضيه اللي صارت بين علي البديري وكرال البصيري، مو تذكر بها،
هي بخصوص هذا الامر، يعني علي بديري قال انه انتم المهاويل ميدان، اجيت واخذتوا علي الديري اخونا وشاعر راقي ونعتز به اكيد، ورايع على روسنا. علي الديري ما كان يقصد الشاعر والمهوال، كان يقصد المهوال يجوز. وما خصص شخص معين قال فلان صعد على المنصة، قال المهوال. يعني ما قال فلان ليش صاعد على المنصة. زين انت ضد او مع هذا الشيء انه المهوال يصعد منصة؟ الشاعر والمهوال المنصة إله. لكن اذا المهوال هي الهوسه اللي 3 ابيات تتهوس بالميدان. 3 ابيات. زين هذا اللي يكتب الهوسه و3 ابيات ما يقدر يكتب قصيده برايك؟ اكو بيهم ما يكتبون القصيده. صعبوا عليه مثلا؟ بعد ما اعرف، يجوز حد ما قدرته هاي يعني او عرفته بالشعر، لان الشعر بحر، وكل ما أكيد. تتخيل نفسك انت واصل قمه الجبل تلقى يجيك شاعر يسمعك بيت من قصيده تحس بنفسك انت ما كاتب شيء. صح. فالشعر بحر وكل واحد وادواته، واحد يكتب يمتاز بالقصيده، واحد يمتاز بالهوسه، واحد يمتاز بالدار. خلي نسمع شيء للجمهور وجداني شويه لطف الجو من ذائقتك. هذا فدوى قلبك. ومو كل شيء اللي يحمل دوم ظل مرغوب، مو كل شيء كل شي اللي يحمل دوم ظل مرغوب، العتق لو خلص يسوون طقطاقه. الله الله. ولا كل طير طار نقول خوش يصيد الميت والمطفح صيد تلغاق. الله الله الله. شاخلها شاخلها على بالك خاف فيك تدور، ربك ما مخلق رول للناقه. الله. انعم الله على الشمس من صار بيك فياي، ترى لولا الشمس ما بيك مشراق. الله. نعم الله نعم الله نعم الله نعم الله نعم الله يا ما انعم الله على الشمس من صار بيك في يا ما يا ترى لولا الشمس ما بيك مشراق، اطوف بكل ادب اد الفريضه وروح بالك، ترى الحمزه يلوحك طراقه. الله 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 عليك. بالك طوف بكل أدب أد الفريضة وروح بالك، ترى الحمزة يلوحك طراقة. أنا ابن الليل ذاك وعير دربك أنا ابن الخلة خصمه يصيح يا يابا، مو قصة تفاخر بس صرت مجبور، الأسد من ينغث يكشفهن نيابه. الله الله الله. مو قصة تفاخر بس صرت مجبور يا مور، الأسد من ينغث يكشفهن نيابه. احذر احذر من ناب القصور ما يتكشمر من يختار. الله الله. احذر من ناب القصور ما يتكشمر من يختار. الله الله عليك. مبدع وذوقك والله مبدع. الله يبارك فيك. خلي ندخل في فقرة صور. اعتيادي شايف في الفقرات اللي بالبرنامج عادة كل ضيف يجي نشوف بعض الصور ومن خلالها ناخذ تعليق. تمام؟ خير ان شاء الله. بدور قلبك. خلي نشوف. الآن نشوف مرتضى حرب بالميدان مهوال، لكن مرتضى حرب الآن
اعلن انه انا ابتعدت عن الميدان فقط للقصيده الحسينيه والمنبر. صح. كصلاح الحرباوي شنو رايك بالقرار اللي اتخذه مرتضى حرب؟ قرار صحيح. اها. مرتضى اختار الطريق الصحيح وهو خدمه الامام الحسين عليه أكيد. السلام. وماكو واحد بينا ما يتمنى يكون بهالمرتبه هاي. ان الشرف انه يكون خدام للامام الحسين. لكن يقدر يعني مرتضى بصوته الراقي وبادائه وبكتابته وبكله توفق والله يوفق خدمه الامام الحسين ان شاء الله. لكن يقدر كان يوظف بين الهوسه بين الشعر بين القضيه الحسينيه وكل الحسين هو مو صح؟ لا هو صحيح، لكن هي واحد من يختص بمجال واحد يبدع احلى يبدع. احلى. برايك انه انا رايي اللي يختص بالمجال الواحد افضل مما يختص بمجالين. راح يبدع اكيد 100%. كلمه توجه مرتضى حرب. اخوي تاج راس ومشتاق له. أيوة. تحياتنا له. الله يحفظه. خلينا نشوف صوره ثانيه. الشيبه المباركه الشهيد القائد ابو مهدي المهندس احتراما واجلالا اكيد نوقف له الزلمه هذا للشخصيه صاحب فضل على كل عراقي بتحرير الوطن وكل شيعي. واقول وشاليمت ليمت بعد شو طالت الفرقة. الله. يا من خليت بقلوب الزلم حرقة. علينا 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 الطاولة والحشد شو ذموت كانت بالمقابل روسها مدنقة. الله الله. لينا علينا 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 والله علينا الطاولة والحشد شو ذموه كانت بالمقابل روسها مدنقامة. رد خلي اليذمنا يخاف لو رديت يا المخلي عدوك ما يفك حلقامة. يا الاستنقيت زلمك حشد وقت الضيج عاشت يمنتك يا الخوش تستنقى. اي والله اي والله. علينا والله علينا والله علينا الطاولة والحشد شو ذموه كانت بالمقابل روسها مدنقامة. رد خلي اليذمنا يخاف لو رديت يا المخلي عدوك ما يفك حلقامة. يا الاستنقيت زلمك حشد وقت الضيج عاشت يمنتك يا الغوش تستنقى. الأكثار النجيب ما تدور سنين. اي والله اي. الأكثار النجيب ما تدور سنين لحد آخر نفس ومرورة الشهقة. خافوا منك وودوا لك الطيار ما عندهم زلم وتقابلك ملقى. الله. خافوا منك وودوا لك الطيار ما عندهم زلم وتقابلك ملقى. الطاير بالجو منك خايف. الطاير بالجو منك خايف شالوا مقبل شنو يصير. الله يبارك فيك. الله. هذا الزلمه صعب يتكرر. له فضل على كل عراق وكل انسان اليوم يذم الحشد الشعبي. كل انسان احنا لولا الحشد ما قعدنا وصورنا بهذا المكان ولا مستقرين. هذا يروح ما اقدر احكيها صعبه. ضحينا ناسنا واعز اخوتنا وزلم اللي تنعد اللي عن المقدسات زلم عن شدد عن الشرف وعن جميع شيء اسمه العراق ويخص القضيه الحسينيه والشيعيه والان تلقاهم يحكون عن الحشد الشعبي. الحمد لله فخر ويبقون فخر. الحشد الشعبي على الهامه. تحياتنا لكل واحد بالحشد الشعبي
وشكو واحد استشهد بالحشد الشعبي، هذا نعتبره فخر. سنت فخر والله ونفتخر. خلينا نشوف بعد صورة. الشاعر الكبير إيهاب المالكي، تعليقك. تحياتي الأستاذ الشاعر المبدع، كشختنا وسيفنا وزماطنا وكلهن أبو حيدر إيهاب المالكي. شنو رأيك بإيهاب المالكي بدعم شعراء الناصرية؟ شنو رأيي بإيهاب المالكي؟ شلون وقف إيهاب المالكي حد الناصرية، زماط الناصرية أبو حيدر، ودعمه الكل شاعر، الكل مهوال، والنعم منه. اللي يقعد يم ابو حيدر يقوم راضي عن ابو حيدر، والنعم منه. معزب وانسان نظيف. كلمه توجهها لابو حيدر. تحياتي لابو حيدر، ممنون منه. الله يوفقه ان شاء الله. ومشكور على كل شيء يسوي المهاوي. تحياتنا له. بعد روحي. خلينا نشوف صوره ثانيه. سيد جاسم. خادم المنبر. خادم الامام الحسين. خادم الامام الحسين. ألف رحمة ونور على قبره إن شاء الله. والله خسارة كبيرة. السيد له فضل بقضية الإمام الحسين، و ما أقدر أوصف لك السيد، لكن أحكي لك مقطوعة بسيطة. بس يعتبر خسارة القضية الحسينية. والله كل الموجودين إن شاء الله بهم البركة. وكل خدمة الإمام الحسين بهم البركة، لكن السيد جاسم منفرد من نوعه. صح؟ منفرد من نوعه. سيد جاسم اسم مهم بقضية الإمام الحسين. شنو كتبت سيد جاسم؟ ولك يا عين، ولك يا عين، يا عين هيلي يسيل الدمع والحدرة، ما تلين عن حسين وحسين يعرف قدره. الله. لك يا عين يا عين يا عين يا عين، سيل الدمع والحدرة، ما تلين عن حسين وحسين يعرف قدره. مفقود 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 مفقود، ومكان اقبال شاليه متبعت تقره، ترى زينب بعدها عيونها على حسين، وعلى طور الونين متان يا الزهره. الله الله. مفقود مفقود مفقود، ومكان اقضامال شاليه متبعت تقراه، ترى زينب بعدها عيونها على حسين، وعلى طور الونين متان يا الزهره. اقعد ينبتش عيون الوادم كل ما تقرا انت على حسين. الله الله عليك يا حبيبي. الله يحفظك. موفق. توفيق للجميع. خلينا ناخذ هذا الفاصل ونرجع لغير الفقره. يا رب. خليكم وياي. هذه حلقة برنامج ضيف إشراقة الأمل الموسم الثاني برعاية مطعم البيك البصري. العنوان: البصرة، الجزائر، شارع مستشفى ابن غزوان. زيارتكم تسرنا. أهلا وسهلا بكم. رجعنا لكم محبة المشاهدين. فقرة تعليقات. احنا عادة كل ضيف اللي يجينا نشر بوست انه ضيفنا القادم، بعد ما نشرنا انه ضيفنا القادم صلاح الحرباوي، اجت كثير من التعليقات، لكن احنا اختارينا 4 تعليقات. تمام. خلينا ناخذ هذه التعليقات ونشوف ردة فعلك عليها. خير ان شاء الله. تحياتي للشاعر والموال صلاح الحرباوي صاحب الاخلاق الجميلة. سؤال: اذا ممكن، ليش دائما صلاح الحرباوي
يتكلم بأشعاره عن خيانة الأخ أو الصديق. والسؤال الثاني: هل صحيح المهوال عدي الكعبي هو اللي أدخل القصيدة بالهزوجة أولا؟ شكرا للجميع وبالخصوص لك. بداية يقول الشاعر لسان الجميع. نعم. فاللي أتكلم هنا الموجودات بالشارع. يعني اليوم تلقى أكثر الأصدقاء تعاني من خيانة الصديق. بلي. فأنت لازم توصل فكرتك بالمنصة أو بالميدان. تحكي عن الصداقة واللي مريود هو من عندك بمجالك هو هذا الشيء. أما عدي الكعبي أخوي المبدع الراقي ابن العمارة ابن العراق، أنا ما أقدر أقول لك هو دخل القصيدة للهزوجة أو غيره، لكن أنا لقيت القصيدة داخلة بالهزوجة بس ما عرفتها من الدخل. هذا السؤال ما أقدر أجاوبه. لقيت عدي ولقيت غير عدي وهواي من شعرانا، لكن مو عدي اللي دخله. ما أدري عدي غير عدي ما أعرف بالوقت، لأن يجوز أقول لك عدي ويجوز واحد قبل عدي مدخل القصيد. فلذلك ما أعرف. لكن أنا لقيت عدي يهوس قصيد، لقيت سيد إسماعيل يهوس قصيدة، ولقيت محمد المياحي يهوس قصيدة، ولقيت كرار البصيري، هواي كل شعرانا وكل مهاوينا هوسوا قصايد تحياتنا بالميدان، لكن ما أعرف من الأول. خلي نشوف تعليق ثاني. التعليق الثاني يقول: ليش ما ينزل قصائد حسينية؟ شخص متمكن وصوته كلش حلو، وبما أنه حاليا أغلب المهاويل ينزلون اللطميات والقصائد الحسينية. سبق ما ذكرت لك، أنا قلت لك اللي بمجال واحد بلي. أفضل من ما ياخذ مجال الثاني. أنا لقيت روحي بمجالي بالهزوجة، فصعب علي بدي والله والشرف، ومن اللي بينا ما يقبل يكون خادم للإمام الحسين. لكن اكو احسن مني، اكو احسن مني موجودين، مثل مرتضى وغير مرتضى، الله وفقهم ان شاء الله وصاروا لخدمه الامام الحسين. لكن احنا ما اقدر اجيد اللطم، ما اقدر اجيده، ما اقدر اجيده بالصوره الصحيحه. لذلك اذا الله وفقنا ان شاء الله وجدت اللطم بالصوره الصحيحه، انا ان شاء الله اول خدمه. الله يوفقك ان شاء الله لخدمه الامام عبد الله الحسين. خلينا نشوف تعليق اخر. طبعا تحياتنا للمهوال الطيب سعد الزيرجاوي، يقول: كل التوفيق لك استاذ جاسم والى اخوي الغالي ابو مهدي صلاح الحرباوي. السؤال كالاتي: لماذا لم يطلب الاجور حتى في المناسبات وهذا حقه؟ ياتي الى المناسبه من دون عمله سابقه، هل هي قناعه شخصيه؟ وشكرا. اللي يعزمك اذا خير اليوم عزمك، بلي، تقول له خلي لي على سفرتي كذا وكذا، لو تخلي عزوبية الخير بكيفه. بعد اكيد بكيفه. انا كل الناس اللي يدعوني والنعم منهم، وناس طيبه وناس الها فضل علينا. بس هذا حقك، يعني انت حقي، لكن ما اقدر اقول له خلي لي كذا وكذا. انت من دعيتني وعرفت صلاح الحرباوي ودعيته، تعرف صلاح الحرباوي شنو. انا ما عندي سلعه تنباع واقول لك ها قد قيمتها. انا عندي شعر، الشعر ما يتقيم بكذا وكذا مبلغ. اللي بس اكو شعراء تطلب، اكو مهاويل تطلب، تطلب على الشهيد، تطلب على الفقير، تطلب على العنده، على ما عنده. كل واحد ونفسيته، وكل واحد وشغله، وكل واحد طريقته بشغل. انا لاول مره اشوف انه مهوال ما يطلب بس انت، لكن كل المهاويل الشعراء اللي اعرفهم انهم يطلبون عامل. لا اكو هواي ما يطلبون، اكو هواي ما يطلبون. ماكو، مستحيل. انا شخصيا اخابرهم واحد ومهرجان شهداء اسماء معروفه. انا اكو مهاويل لا جامد، دائما لا جامد، لا من رخصتك مجامله مو حلوه. انه جميع المهاويل، انا احكي قدام الكاميرا، جميع المهاويل يطلبون على الشهيد ويطلبون على الفقير ويطلبون على المحتاج وعلى ما عنده. لا تقول جميع المهاويل، لا جميع، بس انت ما تطلب. هسه انا عرفتك لانه انا اكثر من شخص قال لي عليك. انت تجي انا من راح اقول لك كلام ثقه يعني. بلي. اكو مهاويل وموجودين واسماء ومن الساحه وما يطلبون، لكن ما اقدر اعدهم لك بالاسم. تدري ليش؟ والله يطلبون. اذا قلت لك فلان وفلان ما عديته معناته فلان يطلب وفلان، فلذلك انا ما راح اعد لك الاسماء. تعليق اخونا منتظر يقول: من بعد التحيه لك جاسم العوادي ولضيفك المهوال صلاح الحرباوي، لماذا انحرفوا المنصه وتركوا الميدان وهو مكانهم الحقيقي؟ مو ذكرت لك، انا قلت لك الشاعر والمهوال له حق بكل جانب من جوانب الشعر، بالمنصه ولا بالميدان، لكن المهوال لا اختصاص الميدان معروفه. ذكرت لك شنو الشاعر والمهوال وشنو البس مهوال. الحمد لله وشكر، كل الموجودين بالساحه هم شعراء مهاويل، يعني مبدعين يكتبون كل انواع الشعر. تحياتنا لكل الاخوه، تحياتنا لاخونا والنعم. خلينا ناخذ هذا الفاصل ونتحول لغير فقره. يا الله خليكم.
هذه حلقة برنامج ضيف إشراقة الأمل الموسم الثاني برعاية مطعم البيك البصري. العنوان: البصرة، الجزائر، شارع مستشفى ابن غزوان. زيارتكم تسرنا، أهلا وسهلا بكم. نعم أحبة المشاهدين، رجعنا لكم بفقرة فرصة. فقرة فرصة سلط الضوء على الاسم اللامع والنجم من خلال الضيف اللي نجيبه، اللي ما أخذ فرصته بالإعلام، اللي ما أخذ فرصته بصورة صحيحة، لكن هو اسم معروف، الأخ والعزيز سلمان الساعدي. كل الهلا، الله يحفظه، شاعر ومهوان واسم علم إن شاء الله. أستاذ جاسم فدوى قلبك، نورتنا. ابو مهدي صلاح تاج راسي يا اخوي، شكرا لاتاحه الفرصه وشكرا لكادرك الجميل. فدوى اروح لك استاذ مصطفى. نعم، والولد الموجودين خلف الكواليس. الله يوفقك. الله يحفظك. شنو رايك بفقره فرصه اللي فتحناها في هذا البرنامج للناس اللي ما مسلط عليهم الضوء لكن هم نجوم؟ انت الان انا يعني شفت لك وايد فيديوهات نجم واسم ولامع اصلا. الله يعزك. طبعا استاذ جاسم، كثير من الشباب هم بحاجه لهاي الفرصه، مو صح؟ يعني انت اليوم انت تستضيف لك نجم عنده جمهور مثل صلاح الحرباوي، الله يحفظك اخوي، او غيره من الاسماء، ويظهر وياه مهوال شاب او شاعر شاب. بلي. من خلال جمهور هذا النجم راح يسلط الضوء على هذا الشاب، يقدر ياخذ ولو فرصه. وانت تعرف يعني بالفتره الاخيره البرامج الشعريه مسلطه الضوء بس على النجوم فقط. يعني لازم يحتاج لك وقت لا توصل للمرحله هاي. شنو رايك بهاي الفكره؟ طبعا اكيد فكره رائعه وجميله جدا، لان مثل ما ذكرت لك اتاحت فرصه الان انت فرصتك هسه. نعم. من خلال اخونا صلاح الحرباوي، وانت ايضا مهوال وشاعر، شاعر راقي. خلينا نسمع شيء. الله يعزك. خذ. ما ادري ايش بلاهم ما يمرون، نكره وتعبنا ودمع العيون. الله الله. صرنا لهم خيمه بوقت صيف ونشتم عطرهم كان هو بريف، ينشاف بس ما ينكض الطيف. الله الله. ينشاف بس ما ينكض الطيف. من الماي شو محصله المشاحيف غير التعب واللي يعبرون. الله. ما ادري ايش بلاهم ما يمرون، غمق جرحهم ما رضى يطيب. الله. كم طقته غم كل ما شفه يعيب. الله الله. ما مشتهين افراقهم حيل عوز ويطبيت المعازيب. الله. ما مشتهين افراقهم حيل عوز ويطبيت المعازيب. كل هذا بينا وما ينجدون، ما ادري ايش بلاهم ما يمرون. الله. وكون المعزه شوف تنشاف. الله. ايش تسوي؟ ناس ايش كثر جا هسه تنعاف. الله. كون المعزه شوف تنشاف. ناس ايش كثر جا هسه تنعاف. العمت علينا قلوبنا نضاف، بضحكة عدونا الجرح يراف. ونتقشمر بضحكه وحكي شلون ما ادري ايش بلاهم ما يمرون. يغثونا وننقط محنه ونعرف وجوه الموشه هنه. الله. لو يرجع الشاغل فكرنا فكة الريج نفك حزننا، ونضحك مثل ضحك اللي يشربون. ما ادري ايش بلاهم ما يمرون. عدش كثر وياهم احتاب، من وقف بصفه ينشز الباب. الله الله الله. شو مسوي بي الله الغياب، شيلة عجوز بدون شلاب. انهطر كل ما اسمع شلون ما ادري ايش بلاهم ما يمرون. الله الله عليك. استاذ صلاح شنو رايك؟ الله. سلمان فدوى القلب الهواي بعد. الله يعزك. حرامات الاعلام ما يسلط هيك على هيك اسم. ناس محرومه من الاعلام وناس ما انا رايي اكو ناس ظالمها الاعلام افضل من الموجودين بالاعلام. مو صح؟ اي الله يحفظك. والدليل سلمان الساعدي، هاي القصيده الراقيه الناشفه. سلمان اريدك تفاجئ الجمهور بعد ان شاء الله وخدمتك. بعد فاجئ. راح اقرا شيء بالشعر هو موجود ولكن مرموق نوعا ما. نعم. يعني وزن من اوزان الشعر ولكن او لون من الوان الشعر مرموق، اللي هو بذيه ميمر. يا قلب عوف الماء وفالك خله
لابد يرد ويشوف عازت خله، شو من جفاهم بينت لك خله، يا قلبي مو قلت لي اللي يعوفك يخسر، عافوني يوم اللي انعدل حال لهم الله، وانا اللي كنت كل مشكله حللهم الله، بروحي يوم اللي مشوا حل الهم، والريشه من الطقن قمت اتعثر، الله، عالميمر وعالميمر وعالميمر بطل العتب يا قلبي بسك منهم، اول وتالع لينا زايد منهم، الله، بطل العتب يا قلبي بسك منهم، اول وتالع لينا زايد منهم، مو كنهم شو هسه صاير منهم، قلت لك يا قلب الدنيا لازم تفتر، عالميمر وعالميمر وعالميمر محيرني بدلالك حيرة النهار، الله، لا اقدر اعوفك لا ازعلنك، مثل ماي البحر كل ساعة رايح راد، بشر لو ماي اثبت خلى عرفنك، الله، الله، مثل ماي البحر كل ساعة رايح راد، بشر لو ماي اثبت خلى عرفنك، منزع لك مبتلي ومن ترضى اشبع ضيم، انا باثنينهن محتار افهمنك، الله، ما عندك صدق كأنك مطر بالصيف، الله، الله، ما عندك صدق كأنك مطر بالصيف، ما توفي بوعد لو ردت اشوفنك، كأنك طلبة اخرس ما اعرف شو تريد، الله، الله، كأنك طلبة اخرس ما اعرف شو تريد، بحصاب التلاعب وابقى حبنك شبه شمس الشتاء، كل ساعة عندك راي، الله، وانا امشي على رايك، عيب اخل فنك مو هيك اللي يحب، هم لو انا بكفر بيك، الله، مو هيك اللي يحب، مو هيك اللي يحب، هم لو انا بكفر بيك، بقى ذره صبر مجبوره من لنك مثل الله يحفظك، مو هيك اللي يحب، هم لو انا بكفر بيك، بقى ذره صبر مجبوره من لنك مثل عرج النسا، بس وجع ما تنشاف، الله، مثل عرج النسا بس وجع، بس وجع بس وجع ما تنشاف، سرابش ما ردت ما بي لزمنك، الله عليك، مثل عرج النسا بس وجع ما تنشاف، سرابش ما ردت ما بي لزمنك، واحاول اقتنع والقاك ريشه بريح، الله، احاول اقتنع والقاك ريشه بريح، ما يثبت مكانك حتى وجدنك، الله، احاول اقتنع والقاك ريشه بريح، ما يثبت مكانك حتى وجدنك، يا خيمة بدو طبعك ما تظل بمكان، الله، الله، يا خيمة بدو طبعك ما تظل بمكان، معلم على الرحيل شلون اقنع، الله، الله، سن الله يحفظك. شنو رايك؟ والله رأيي المفروض هو الضيف وانا اجي صاحب الفرصه. الله يحفظك، شاعر راقي ورام الاعلام، الله شاهد، انا اعرف سلمان من زمان، ومن تواضع طبعا يجي هو انسان شاعر بمعنى الكلمه، ويكتب الشعر بكل انواعه، ما يختص بنوع واحد، ومن زمان محاكي بها انا وقايل. استاذ ابو مهدي، شنو رايك بهاي الفكره؟ والله فكره احلى من الشقل لك. يعني مثل ما تفضل اخوي سلمان، الاعلام مسلط على الموجودين، صح، سلمان وامثال سلمان باقين خلف الكاميرات. زين ايش وقت تتيح الفرصه لهاي الناس، لهاي الشعراء المظلوم اعلاميا؟ يعني هسه مثل هيك قصايد ومثل هيك ابداع، ليش مدفون حرام والله، احسن من كم واحد نجم. صح، الله يحفظك، شهاده احتز بها. احنا من خلال برنامجكم نطلب الاعلام اي والله نسلط الضوء عليه، استضافه هيك شعراء مبدعين مظلومين. خلي قبل ما نختم لان الوقت خلص، خلي نسمع اخر شيء منك، بما انه اخونا قاعد سلمان انا خادم، خلي نسمع فد شيء على ذوقك. محنا محنا وحق المند مراسه، محنا عقبهم وحشو مظلم. الله محنا
القلت بيهم فلا بيهم محنة ماكو. اي والله القلت بيهم القلت بيهم فلا بيهم القلت بيهم قلت القلت هذا حجي الله القلم القلت بيهم فلا بيهم محنة من هد يوم طحت ما يوش لي الله ما فجر رجم ورا صدق على راس هذا مخرجنا هذا حكي خربانة 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 المحن الظاهر هوايا أمانة مو دا ضحي شال الزلمة موتني خربانة خربانة والله خربانة المحن الظاهر هواي سوالفهم ثقيلة صايرة ويا الله فطن موش إلا أسمع كلمة تشبيك أصير راي لأهل بشحة الراي ما ديرا قفاي الخنجر الليل مو خوفا ولكن فجل مقفاي لا فطن موش الأسماء الله فطن موش إلا أسمع كلمة تشبيك أصيرا راي لأهل بشحة الرايا ماي وما ديرا قفاي الخنجر الليل مو خوفا ولكن فشل مقباي الله مو قشاية سيس من يجروج عظم هدهد أصير ملاجي الماي وخلك خل طبعك جفن داير سواد الفص الله ومد ايدك بسفرة وادمك مرخوص بس قدر لقمتك خاف الله مد ايدك بسفرة وادمك مرخوص بس قدر لقمتك خاف فيها تغوص مو كل العجين الصفحة التنور بالك تاخذ المحطوط فوق الشص الله مو كل العجين الصفحة التنور بالك تاخذ المحطوط فوق الشص او خل ثقلك بعقلك موش ثقل جدام خاطر من يدق الطبل ما ترقص وخلك ما يبير اش ما خذ يا الزود غميج وما نعرفك ليه ما تتخلص شلك بالطشاش القيش ما ينهاب تظل حتى اليهال ببطنك تكمص الله يا عم هذا حجي خوف حجي خوفه خلك ما يبير ما يبير ما يبير اش ما خذينا الزود
غميج وما نعرفك ليما تتخلص، شلك بالطشاش القيش ما ينهاب، تظل حتى اليهال ببطنك تكمل. اي والله ايش ما تغمق يردونك، ايش ما تغمق يردونك، موش تصير قياش. الله الله احسنت. ايش ما تغمق يردونك، موش تصير قياش. هذا حكي خوف اكيد. شهاده احتج بيها. طبعا الوقت كلش جميل وياكم وما حسينا به، الله شاهد. الله يعافيكم ويطيبكم وذوقكم. فدوى لقلبك. كلمه للجمهور قبل الختام. جمهورنا الله يبارك بيهم ويحفظهم، وان شاء الله الله يقدرنا ونرضيهم ان شاء الله. يا الله. كلمه جمهورك، اكيد عندك جمهور وناس ومحبين. شكر طبعا، اكيد افتخر ناسي اللي يحبوني واشكرهم جزيل الشكر لمتابعتهم ودائما يسألون علينا، وان شاء الله نشوفهم بخير يا الله. نعم محبة المشاهدين، وصلنا وياكم الى نهايه حلقه برنامج ضيف اشراقه الامل الموسم الثاني. انتظرونا وحلقات اخرى مع نجوم جديد. تقبل تحياتي جاسو العوادي، في امان الله.